في 2009 قدر جان كونفي انه يظهر واتساب للنور ويجبر مارك زوكربيرج في فترة قليلة انه يعرض عليه مبلغ خيالي عشان يشتريه منه، وهو 19 مليار دولار. لكن دي مش الحكاية كلها. في 2007 قدم جان كوم طلب في انه يشتغل في شركة فيسبوك، لكن الطلب بتاعه اتقابل بالرفض. لكن جان كان مؤمن بحلمه وانهم هم اللي هيطلبوا منه انه يشتغل معاهم بعد كده. وفعلا بدأ مع زميل ليه في نفس المجال انه يطور تطبيق دردشة جديد يكون اسهل من الاس ام اس، ووصلوا لانهم صمموا الواتساب اشهر تطبيق دردشة على مستوى العالم كله دلوقتي. القصة دي هي واحدة من بين آلاف القصص اللي موجودة حوالينا، واللي بتبين لك ان اللي انت شايفه فشل دلوقتي ممكن يتحول لأكبر نجاح حصل في حياتك كلها. من بين 8 مليار بني آدم في 2668 بليونير على مستوى العالم. ولو انت شايف ان ده عدد قليل، فده هو اكبر عدد مر على تاريخ البشرية، واكتر وقت زاد فيه البليونيرز على مستوى التاريخ كله. طب ايه اللي خلى الناس اللي نجحوا وكونوا الثروات بتاعتهم هم ناس قليلة جدا مقارنة بعدد سكان العالم؟ هل هم اذكى مننا، او امكانياتهم كويسة قوي لدرجة انها تخليهم بالثراء ده كله، ولا الخبرات اللي عندهم؟ احب اقولك انها ولا واحدة من التلاتة. معظم البليونيرز في العالم هم بدأوا من الصفر، ويمكن من تحت الصفر كمان. والصفر هنا مش معناه انهم معهمش فلوس بس، لا، ده بيكون صفر خبرات وصفر امكانيات وصفر فلوس. لكن بالرغم من كده قرروا انهم يعملوا الثروه الكبيره دي. وانا هنا مش جاي اقول لك انك عشان تنجح لازم يكون معاك ثروه او تبقى مليونير. انا هنا بوضح لك الفرق اللي خلى الناس دي تتميز وتنجح من بين البشر كله. ايا كانت نظرتك للنجاح ايه، سواء فلوس او في دراستك او شغلك، ايا كان النجاح ده فاكيد في سر خلاهم يتميزوا عن غيرهم. والسر هنا هو الكونتينيوتي، الاستمرارية. رغم الصعوبات اللي مروا بيها، رغم لحظات الضعف واليأس والإحباط وعدم وجود أي حاجة تدل على إنهم هينجحوا، إلا إنهم بيستمروا. وده لأنهم ما بيكونوش شايفين طريق غير ده، وده هو هدفهم في الحياة. وعلى قد ما ممكن تكون شايف إن الكلمة دي سهلة وأيوة أنا ممكن أستمر عادي، لكنها مش كده إطلاقا، وإلا ما كانش عدد الناس اللي وصلوا لأهدافهم قليل أوي كده. فأحب أقولك إنك لو قررت إنك تمشي في الطريق ده، فحط في حساباتك الحاجات دي كلها. كان معكم محمد صلاح. السلام عليكم.